بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز يونيفرسا جراند. النار بتدخن. البوتاجاز ده شغال على أنبوبة، فأي حاجة ممكن يخليه يدخن على طول. أي حاجة تقع في المواسير يدخن. في اتنين كويسين دول نار زرقاء زي الفل، ودول نارهم بتدخن. الصفار اللي فوق ده دخانة يسود الحلل والبراد، ويسود كل حاجة تتحط على البوتاجاز. فهم هنا كانوا عايزين مفاتيح طبعا. هنجرب اول حاجة نعملها. تمام، لو اشتغل ما اشتغلش يبقى لازم نحل البوتاجاز كله. فاول حاجة احنا بنعملها، في حاجات واقعة جوه الماسورة هنا اهي، فاللي عنده مكنسة بالكهرباء يعمل المكنسة في الزور دوت ويشفط لو في حاجة تحت. هي للاسف ما كانش عندها مكنسة، فانا اضطريت ان انا انفخ في الماسورة لو في اي حاجة هتطلع. تمام، هنجربه. واللي ورا برضو نفس القصة اهي، فكان في صدى، فكل ده نفخته راح فين؟ راح عند الفونيا. في فتحة في الماسورة من قدام، في فتحة من الماسورة من قدام. ممكن كل اللي انا نفخته ده ممكن يطلع، وممكن تشتغل حلو وممكن ما تشتغلش. هنجربه كده برضو هنشوفه. جربنا اهو كده. الرواسب كلها راحت عند الفونيا ووقفت ما نزلتش. ليه؟ ده كده زادت الدخانة، كده زادت. طبعا اي معلومة، اي حد يقول لك البوتاجاز بيدخن ده من قديم الاذى، يقول لك غير الفونيا. لا، الفونيا طالما الاصليه بتاعته محدش لعب فيها، ما تغيرش الفونيا. هتضطر نحل البوتاجاز بقى. في مسمار هنا اهوت ومسمار هنا، ده اليونيفرسا جراند، اتنين قدام وفي 4 من ورا اللي هم ماسكين الازاز، الكفه بتاعت الازاز. فانت تحل الاتنين السن صاج احسن ما تحل المسمار ابو صاموله اللي ماسك الكفه نفسها. لا، المسمارين اللي في الجنب دول بيتحلوا، هيبقوا سهلين، مش هيتعبوك ولا حاجه. اديني حليت اهو. ادي الكيعان اللي عايزه تتحل. انا مش هحل بقى كوع كوع من عشان المسامير ديت عليها بقى ايه صدى وبتاع. لا، انا هحل المسامير النضيفه اللي في الجنايه بقى. دي واحد اهو، ادي التاني، ادي التالت، ادي اربعه في السالك يعني سالكين، غير الاربعه اللي انا هحلهم بتوع الماسورتين. مش هحلوا بالسهل. فانا اول حاجه انا بعلم كده قدام المسمار. ليه؟ لان طالما في الجلاش اللي هو المسمار وفيه الفتحه اللي وراه دي، يعني ممكن المسطره دي تروح قدام وترجع ورا. لا، عشان لما يجي يركب على وضعه. دي حاجات من الفنيات اللي الناس تاخد بالها منه. بعلم انا كده اهوت، لان هو كده مظبوط على الوش. لو انا طلعت قدام او ورا، الماسوره مش هتبقى مظبوطه في الوش من فوق. دي الماسوره، يعني اي حد يرفع وش البوتاجاز ويلاقي الماسوره بتاعت الشوايه الفرن نازله على سقف البوتاجاز، يا ريت يرفعها. دي معلومه تانية برضو، مش شرط اللي انا بقول يسلك الفوان. لا، في معلومات مهمه كده الناس تستفاد بيها. اديني نضفت اهوت المواسير، بص نازل منها قد ايه. كل ده في الماسوره يدخن. لو غاز طبيعي بيشتغل على أسوأ حالة البوتاجاز بيشتغل. تمام، واحيانا الناس بتحط فيه حاجات عشان يقلل الضغط شويه. اديني سلكتها ونفخت اهوت. برضه اجيب التانيين، بخلع طبعا السلوك من من البطاريه بتاعه الكهرباء، بطاريه اشعال الذاتي. هي كلها كليبسات يعني. لازم انضف المواسير دي كويس. معاك شاكوش او بنز او اي حاجه تنضف المواسير، لو فيها اي حاجه تنزل. لازم تكون في سكه الغاز. بالنسبه للانبوبه لازم تكون سالكه ومفيش حاجه واقفه قصادها. لو حبايه مكرونه وقعت هيخليه يدخن. بنفخ فيهم هم سالكين اهو. ما جيتش جنب الفواني، والله ما جيت جنب الفواني. اهو تمام. قبل ما اقفل كده هجرب. قبل ما اقفل انا هجرب عشان لو في حاجه تانية ما ارجعش احل تاني. اهو كده جربنا، حاطين الاربعه نجربوهم بقى اهو. دي نار زرقاء اهي، بس هي العين الكبيره عايزه طربوش من فوق اللي هو الغطا الصاج ده اهو متاكل. اهو متاكل اهو، مش هينفع. بس النار كده زرقاء، مفيش الاحمرار اللي كان في البوتاجاز من قدام واللي ورا برضه اهيت. تمام،
الاتنين اللي على الجنب دولت زي ما هما، احنا ما جيناش جنبهم بس نضفناهم من بره، احنا حليناهم اهو. واللي قدام كده تمام. لا جينا جنب الفواني ولا سلكنا ولا عملنا ولا نضفنا حتى الفواني ولا حليناها كده. يعني اللي اي حاجه بوتاجاز بيدخل لو بنظام مواسير اي بوتاجاز، المواسير تتنضف وترجع تركب تاني، وهتشتغل زي ما يكون البوتاجاز لسه جاي جديد. دي شويه معلومات الناس تستفاد بيها، واي حد عنده سؤال يبعت لي ان شاء الله، وان شاء الله ارد عليه. هنجربه تاني اهوت بعد ما قفلنا الوش. فاللي بيحل بوتاجاز ممكن يجيب حد يصوره عشان لو نسى حاجة يرجع للفيديو هيعمل زي ما حل يركب بالظبط اهو. بسم الله ما شاء الله كده النار تمام. بس بظبط بس العين ديت اهي من الغطا بس اللي عليها، الحته الصفرة اللي فوق ديت دي زي وساخة واقفة بس كده. دايما الناس لازم تشيل الألمونيا دي وتنضفها وترجع وتمسح الوش وترجع تركبها تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.